مساء الخير، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل قرع بالبشاميل. حاجه حلوه خفيفه جدا جدا ولذيذه قوي قوي. ممكن كمان نحط عليها مكسرات زي ما احنا بنحب. انا عملتها ساده خالص بالبشاميل بس، وكان طعمه الصراحه روعه. انا قاعده اليومين دول كده عند ماما، فبابا قال لي قومي اعملي لنا حاجه حلوه، فقمت عملته لهم، عجبهم جدا جدا. يلا نشوف بقى عملت ايه. اول حاجه كده جبت كيلو من القرع المتقطع كده بالشكل دوت، بيتباع جاهز. بعد كده حطيت عليه كوبايه من السكر، وكمان حوالي كوبايه من الميه، وسبته على النار يغلي كده ولحد ما يتهري خالص، او لحد ما يستوي تماما. بعد كده جبت حله تانية عشان اعمل بقى البشاميل. حطيت فيها 3 معالق كبار من السمنه، و3 معالق برضو من الدقيق، ونص كيلو من الحليب بالشكل دوت كده. ممكن نزود قشطه براحتنا خالص خالص. وفي ناس ممكن تعمله بالنشا اللي هي زي المهلبيه كده، بس انا حبيته اكتر بالدقيق، مديله دسامه ومديله حاجه حلوه قوي كده، مخلي طعمه كريمي جدا. بس ابتديت ان انا اعمل كده في البشاميل، وحطيت كمان 3 معالق كبار من السكر وظرفين كده من الفانيليا، ولحد ما وصل للقوام اللي احنا شايفينه ده. تمام. بعد كده بقى كان القرع اهوت جاهز. شايفين بقى وصل بقى عامل زي المربى كده، وبرضه انا مهرستوش قوي. هبتدي بقى احطه كده في البايركس اللي عندي او في الطاجن اللي هعمل فيه. شايفين فيه صوص برضه بسيط، انا كمان خدت من الصوص ده شويه حطيته مع البشاميل وضربته تاني مع البارد عادي، عشان البشاميل يخف شويه وياخد برضه شويه من طعمه، وبيديله لون كده مصفر بيبقى روعه. هبدا ان انا اسوي كده طبقه من القرع بالشكل ده كده، اسويها كويس جدا. في المرحله دي ممكن نحط جوز هند، ممكن نحط اي نوع من المكسرات احنا عايزينه، ممكن نزود كمان عليه قرفه، ممكن زبيب، وممكن بدل القرع خالص نعمله طبعا بالبطاطا، هتبقى برضو تحفه جدا جدا. اهو كنت حاطه هنا شويه كده من الصوص اللي نازل منه، وطعمه مسكر وحلو قوي قوي قوي. وانا مسكرتش البشاميل قوي عشان القرع يبقى فيه بالانس كده، يبقى القرع مسكر والبشاميل يظبط شويه. وابتدي ان انا احطه كده على الوش بعد ما اديته ضربه مع الصوص اللي نزل من القرع، وهظبط بقى الوش بتاعه خالص كده بسباتيولا او باي حاجه اهوت. اختي يا جماعه اللي كانت بتصور، فمعلش اعذروني لو التصوير مش حلو المره دي. وبعد كده بقى هبدا ان انا ادخله الفرن. شايفين البشاميل كريمي ازاي وشكله تحفه. يلا بقى، لو لسه ما عملتوش اشتراك ولايكات اعملوا، ما تنسونيش في اللايك وفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد.